ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم طريقة المهلبية. هي زي الرز بلبن كده بس من غير رز، بتبقى طعمها رائع وجميل جدا يعني، وسهلة بالنسبة للأطفال كمان. بتبقى سهلة عليهم جدا في الأكل. هندخل بقى في المقادير على طول. أنا عاملة يعني مقدار صغير كده، كوبايتين لبن. عايزة مثلا كوبايتين اللبن تقلليهم شوية وتزوديهم بق مية، ماشي. بس أنا حاطة بقى هنا كوبايتين اللبن اهمت. ولبن يكون دسم وجميل كده، ومعلقتين نشا، يعني كل كوباية لبن على طول معلقة نشا. والسكر بقى حسب ما انت عايزة، وشوية فانيليا. ويا ريت بقى لو عندك حتة قشطة وش اللبن كده تخلي الطعم جميل ورائع في النهاية يعني. ودلوقتي هنبدأ في الطريقة على طول. حبايبي بقى احنا هناخد اللبن اهوت، هنحطه في الطاسة او في الحلة زي ما انت هتحطي. وبعدين انا هحط النشا على طول على البارد بقلبه، يعني ما بستناش بقى وهو على النار، لا انا بحب ان انا اقلبه بره النار كده الاول علشان ما يكلكعش مني. لما بيتقلب بقى على البارد كده بيبقى افضل. القشطه بقى والسكر والفانيليا دول هنحطهم بعد ما النشا يعني المهلبيه تستوي شويه يعني. فيلا هنحطها على النار. حبايبي بقى انا حطيت اللبن عليه وعليه النشا وقلبته بره النار، ودلوقتي بقى هنسيبه لما يستوي والمهلبيه تبدا يبان شكلها، ونحط السكر ونحط بقيه المكونات ان شاء الله. يا حبايبي المهلبيه خلصت اهي، حطينا كل المكونات ما عدا القشطه والفانيليا. طبعا دول انا بحطهم بعد ما بنشيلها من على النار. انا هحط دلوقتي معلقه القشطه، وزي ما قلت لكم دي وش لبن، انا مش جايبه قشطه من بره، انا حاطه وش اللبن وشويه الفانيليا اهو، شويه كده معقولين، وهنقلبها بره النار كده. حبايبي بقى شكل المهلبيه بعد ما خلصناها. ممكن بقى انا سايبه لكم التزيين، ممكن تحطوا عليها سوداني وزبيب وجوز هند، ممكن تحطوا عليها قرفه. يعني كل واحد بقى حسب ما هو عايز، ممكن تحطوها بقى في كاسات في كوبايات تانية. فده الشكل النهائي ليها. هي طبعا ريحتها جميلة جدا وطعمها رائع، وان شاء الله هتعجبكم، جربوها. وما تنسوناش بقى يا حبايبي في لايك وشير واشتراك في القناة، ونشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.